السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انتهاء الجولة 18 في الدوري الأسباني بفوز ريال مدريد على ريال بيتيس 5-1 في نتيجة كانت مفاجأة بالنسبة لي في ظل إصابة بابي، وإن الفترة اللي فاتت أصلا ريال مدريد كان شكل الفريق مش أحسن حاجة. لكن بعد العودة من الأجازة شكل الفريق كان مقبول نسبيا أحسن من الأول. لكن أنا بصراحة كنت قلقان بالذات بعد إصابة امبابي، كنت قلقان إن إحنا مش هيبقى ماتش صعب، مش هنلاقي حد يفك لنا الأزمة. لكن فاجئني جونسالو جارسيا بصراحة بالهاتريك اللي جابه. فتشكيلة ريال مدريد كان بادئ في حراسة المرمى كوتيبو كورتوا، طبعا قدامه كان فالفيردي بيلعب باك يمين، اتنين مدافعين روديجر وراؤول اسينسيو. وفي باك الشمال كان ارفارو كاريراس، قدامه تشواميني وجود بيلينجهام وكامافينجا، والثلاثي رودريجو وجونزالو جارسيا وفينيسيوس. المباراة كانت اتسهلت لريال مدريد، احنا كنا الأحسن. احنا في الشوط الأول أول نص ساعة احنا ريال مدريد كان بيعمل كل حاجة في المباراة. احنا كنا يعني ريال بيتيس كان بيعمل هجمات على مضض، ده اللي أنا شفته في أول نص ساعة. أنت بادئ المباراة كويس، وجود كامافينجا كمان بيفرق مع ريال مدريد جدا جدا جدا. هي الثلاثية بتاعت تشواميني وكامافينجا وبيلينجهام، اقل واحد فيهم هو تشواميني، وهاجي اتكلم عن تشواميني لوحده. لكن كامافينجا وجوده مهم، وجود كامافينجا كبول كارير دي حاجه مفيده لريال مدريد. غير كده اساسا ان هو لعيب بيعرف يضغط كويس وبيعرف يقطع الكوره كويس جدا، والكوره في رجله مش وحشه، يعني مش لعيب كورته سيئه، لا بيعرف يتصرف والكوره في رجله. فوجود كامافينجا مع جنب جود بيلينجهام ومع تشواميني بيفرق جدا لخط نص ريال مدريد. والحمد لله ان هو ما بدأش برضه بالثنائيه بتاعت اردا جولر وجود بيلينجهام، عشان هي ما بقتش مش جايبه همها. هي الثنائيه دي مع ريال مدريد في الشكل اللي احنا بنلعب بيه دلوقتي، وزير ان اردا جولر اساسا مش قوي بدنيا، فانت لازم هتميل لواحد على حساب واحد، وانا في كل مره هختار جود بيلينجهام. فبدأنا كويس. فينيسيوس يعني عمل له هجمتين، بعد كده اختفى تماما وانتهى في الاخر وهو طالع الجمهور بيصفر عليه لتاني ماتش بعد مباراة اشبيليا. ف فالمباراة كانت سهلة. المباراة احنا اتسهلت لنا بعد ما كنا كسبانين 2-0. كان ممكن في الاخر وجابوا الجون تشوكو هرنانديز بطريقة مستفزة جدا. كان ممكن ريال بيتيس يجيب جون، كرة للوسيلسو في العارضة، كرة من ريكيلمي جت في العارضة برضو، وكرة تانية مش فاكر مين اللي شاطها شالها كتيبو كورتوا. فكذا جت عليك كذا فرصة. لكن بعد كده الحمد لله ان احنا قدرنا نجيب الجون التالت والرابع والخامس، فالمباراة تبقى سهلة بالنسبة لنا ونطلع بالمكسب. آه، احنا مشكلتي مع ريال مدريد عكس بداية السيزون. يعني بداية السيزون احنا كنا فرقة رخمة دفاعيا، والكرة لما بتتقطع احنا بنعرف نسترجعها. لكن دلوقتي انت في كرة سهل الوصول لمرماك. حتى بعد اول 3 4 ماتشات كان في احصائية مالية التايم لاين على تويتر وعلى فيسبوك وفي اي حتة، ان ريال مدريد اقل فرقة في الدوري الاسباني عليها هجمات كان عليها هجمة واحدة بس خطيرة. لكن دلوقتي انت كل ماتش بيروح عليك هجمات بالزوفة، هجمات بالزوفة. وكمان في ظل اصابه ادير ميليتاو واصابه دين هويسن، الاتنين مميزين بالكره في رجليهم. وميليتاو في الواحد على واحد وفي سرعته بيقدر بيلم الدنيا. هويسن مش كويس جدا في الواحد على واحد، بس الكره في رجله ليها تمنها وليها تقلها. فانت مع راؤول اسينسيو وروديجر، فانت بتخسر الكره. الاتنين في الكره في رجليهم مش احسن حاجه. يعني روديجر كل فين وفين يعمل لك كره طوليه زي الكره بتاعت الجون التالت لجونسالو جارسيا. الطوليه اللي عملها لاردا جولر كانت ممتازه بصراحه من روديجر. لكن كل فين وفين، مش حاجه متتاليه بيعملها، او مش كل ماتش بنلاقي لقطه من روديجر. ف... لكن في الواحد على واحد روديجر بيسرح كتير، روديجر بيسرح كتير جدا جدا جدا. هتلاقي في ماتشات روديجر هيخش بيطلع يخرج المهاجم عن تركيزه، يرخم على ده، يجي يعمل يخش في الالتحامات، لكن بيسرح كتير جدا، بيزيد كتير جدا. فسهل ان انت تضرب وراه. ولقطة الجون انا مش بلوم روديجر، انا بقول اسينسيو هو انا اللي بلومه اكتر. انت يعني ليه؟ مين قال لك سيب الكوره؟ مش عارف سمع حد في ودانه ولا قال لي سيب الكوره؟ ولا في حركات زمان لما كنا بنلعب كوره في الشارع لما تلاقي الواحد جاي من وراك يقعد يهوهو؟ مش فاهم ساعتها هو كان بيفكر في ايه. انا بجد ساعتها انا في اللقطه دي انا استغربت جدا. طبعا بعيد عن ان تشواميني حبيبي ما بيجريش،
الكرة بتعدي من جنبه، وهو خلاص بقى لسه هنجري ونعمل فانت في مساحة في النص بتتضرب، وانت مسافة ما بتتقطع منك الكورة. لو كامافينجا ما فرقش عشان يقطع الكورة، بالذات في الماتش ده، وحصلت قبل كده في ظل غيابة كامافينجا، وبالذات لما بتبقى بتلعب الثنائي زي أردا جولر وجود بيلينجهام. فمثلا في الماتشات اللي فاتت لو جود بيلينجهام ما فرقش عشان يقطع الكورة، فتشواميني يا الكورة هتيجي في ناحيته فهو هيعرف يقطعها، يا إما تبقى بعيدة عنه فهو مش هيجري لها. فأنت مش محتاج لقطة حصلت في وقت الجون 1 2، وبعد كده الكورة في ظهر دفاعك خلاص، بس كده هيروح يقابل كورتوا إن شاء الله، ويا الكورة في الشبكة يا كورتوا هيتفرعن ويشيل الكورة. ده غير كورة كمان اتلعبت على نفس الطريقة دي، اتعملت عرضية ففالفيردي لحقها. فأنا بالنسبة لي دفاع تشواميني مع ثنائية دفاع ريال مدريد دي مش مطمناني. أنا مستني كل ماتش يجي عليا فرصة واتنين وتلاتة، دي حاجة مقلقاني كل ماتش. وأنت كنت محتاج الفوز بتاع النهاردة، أنت في برشلونة. خوان جارسيا جاب لهم الماتش بدراعه بتاع ماتش اسبانيول. خوان جارسيا دخل شمر كده وطلع لهم بالثلاث نقط. حتى في هانز فليك بعد الماتش ما كانش مصدق نفسه من تير شتيجن وتشيزني. الحارس زي خوان جارسيا برجليه موجود معاك شغال وهيفرق لك، وكحارس كشوت ستوبر او بالريفلكس بتاعه. الحاجات دي كلها موجوده عنده في حارس، يعني يعتبر شبه متكامل، مش في نفس ليفل تيبو كورتوا، لكن هو برضه حارس مهم جدا لبرشلونه. برشلونه مفتقده للحارس زي ده في تاريخ وان كان في ناس شايفه ان خوان جارسيا ده لو كان بنفس المستوى ده هيبقى احسن حارس في تاريخ برشلونه. يعني انا ما افتكرش ان في حارس لبرشلونه كان عمل تصديين من التصديين اللي عملهم خوان جارسيا، فجاب لهم هو الثلاث نقط، فكانوا فرقوا عنك بسبع نقط، فانت لازم كنت محتاج تكسب عشان انت ضيعت في تعادلات كتيره في النص ضيعتها. وطول ما تشافي الونسو بيكسب، طول ما انت هتسمع اخبار لا ده احنا ده محتوي الفرقه، وهنفضل ينزل صورته هو وفينيسيوس طالع وبيحضنه، وشوف ازاي، وشوف رودريجو ويا سلام على التعامل ومش التعامل. اول تعثر ده خسر اوضه اللبس، اللعيبه عايزه تمشيه، حصل انقلاب، الكلام ده كله. ففي بيئه صعبه وبيئه متغيره ما فيهاش تركيز. لكن اللي حصل النهارده اول نص ساعه انت يعني تعتبر شبه متحكم في رتم المباراه، بعدها اللعيبه تعبنا خلاص. وجود بيلينجهام لو ما لعبش بمستوى لاعبين، فانت بتخسر فانت خسران، فانت في كل ماتش بتنزل انت خسران لاعب زياده. انت عندك فينيسيوس جونيور بيتمشى، فينيسيوس بيتمشى بجد. يعني ده تاني فرصه تجيله بعد ماتش مانشستر سيتي، وادي ماتش اهو بتاع النهارده، تاني فرصه تجيلك امبابي مصاب وما بيلعبش، فانت جات لك الفرصه، اثبت لي بقى ان انت احسن من امبابي، او فكرنا بحاجه من مستوياتك. انت بتلعب على الواقف ليه؟ الناحيه التانيه رودريجو، انت شايف رودريجو مفاير قد ايه؟ وشفت الفرقه لما بقى فيها مهاجم، وفي ماتشات الدوري الاسباني فكره ان انت عندك المهاجم التسعه، المهاجم اللعيب اللي تعرف تلعب عليه الكور العاليه، اللعيب اللي بيعمل لك جامب بيخش في الالتحامات. فشوف ده بيفرق معاك ازاي. فينيسيوس جونيور بقى عمل ايه؟ يا عم امبابي بيخش في ادواره، امبابي مش بيبصيله، امبابي اناني، الكلام ده كله اللي بيتقال امبابي هو اللي مبوظ الفرقه، امبابي ما لعبش النهارده. فين فيني عمل ايه؟ غير لقطه ضربه الجزاء، يعني رقص حلو قوي، بس ما اتحسبتش ضربه جزاء، وهي ضربه جزاء صحيحه، بس ما علينا، مش موضوعي ده دلوقتي. انت في طول الماتش بتعمل ايه؟ انت طول الماتش بتتمشى، طول الماتش حرفيا بتتمشى، بتعمل عرضيات غلط، بصوتك متاخره، ودايما كل هجمه خطر على ريال مدريد بنسبه 80% تبقى كرة مقطوعه من فينيسيوس، وخلاص بقى انا مش هجري، انا فيني، انا هجري اقطع الكوره اضغط. فالمستوى ده مستفز. وفينيسيوس انا بالنسبه لي، انت داخل عندك فتره كاس السوبر الاسباني، وريني حاجه، اديني اماره. انا بحب فيني جدا، وفعلا انا من اللعيبه اللي انا بحبها، وزي ما قلت قبل كده هفضل اكرر او هقول الموضوع ده كتير، ان انا اول ما جه فينيسيوس في الفتره بتاعت لوبوتيجي والسولاري في 2019، انا كنت في ظهره جدا وكنت بحبه جدا، في ظل ما كان بينتقد ان ده ما بيعرفش يفنش. فينيسيوس سعره بره منطقه الجزاء بيساوي 100 مليون، يخش منطقه الجزاء يساوي 5 مليون. كنت عكس كده تماما، وشايف ان هو عنده حاجه، لحد ما انفجر، لحد ما حصل السنه اللي فاتت ودينا ماشيين فيها السنه دي. اكتر لعيبه جايبه اهداف مع في ساعه لما تشافي الونسو مسك اداره ريال مدريد،
مبابي جايب 30 جون، جونسالو جارسيا الاحتياطي جايب 7 تجوان. وعندك جود بلينجهام اللي فيه شهرين او شهرين ونص ما كانش بيلعب باصابه في الكتف، جاب 6 اهداف، وانت جايب 6 اهداف، وفينيسيوس جايب 6 اهداف. ده تاثير فيني. رجوع فيني لو ما دخلش فتره كاس السوبر، الماتشين الجايين بتوع كاس السوبر بجزازان وبان هو يعمل حاجه، فانا خلاص، انا مش عايز اشوف فينيسيوس في ارض الملعب بظل المستوى اللي بيقدمه رودريجو، وبظل اللي انا شفته النهارده ده من جونسالو جارسيا. عادي جدا، زي ما انت بتلعب بجود بلينجهام وينج شمال، كمل بكده، العب 4-4-2. ومبابي بقى يبقى يجي من ناحيه الشمال كانه مهاجم تاني بيجي من ناحيه الشمال، وجود بلينجهام يبقى ناحيه الشمال، ويبقى هتلعب 10 لعيبه او 9 لعيبه بيضغطوا. يعني مش هبقى خسران اتنين، هبقى خسران واحد بس اللي هو مبابي، اللي هو طبيعي زي اي نجم فرقه في العالم. فانا هبقى كده جونسالو جارسيا هيضغط عن فيني. ريال مدريد بمبابي احسن بكتير من ريال مدريد من فينيسيوس، في ظل مستوى فينيسيوس، وفينيسيوس هو اللي عمل كده في نفسه. فينيسيوس هو اللي وصل الجمهور لاخر ماتشين ان هو يصفر عليه بعد ما كان الجمهور بيبقى معاه. فانت قدامك فتره كاس العالم، سوري، قدامك فتره كاس السوبر. امبابي بنسبه كبيره مش هيلعب ماتشين كاس السوبر، فانت وريني، رجعني تاني في صفك، رجعني تاني في صفك. انت عندك كتير جدا بس انت ما بتقدمش حاجه، انت بتتمشى. فده في رايي. بس انا في ظل المستوى بتاع الاثنين دلوقتي بتاع مبابي وفيني، لا انا مبابي، انا في تيم مبابي 100%، 100%. لعيب بيجيب لي جوان، بيقدر ان هو بيعرف بيرقص، بيجري، بشوفه بيفرق في كذا لقطه. فانا بالنسبه لي، ومبابي مع وجود جونسالو جارسيا هيفرق معاه تماما. فدي بس النقطه سريعا عن بتاعه امبابي وفينيسيوس، عشان دي كترت اول فتره اللي فاتت، والناس بتدافع، يا اما ناس بتدافع عن فيني قوي، يا اما ناس بتدافع عن امبابي قوي. لكن هو مبابي، هو مبابي ده اللي افيد للفريق ده دلوقتي، وجونسالو جارسيا المهاجم التسعه اللي موجود في منطقه الجزاء افيد للفريق من فينيسيوس، بمستوى فينيسيوس ده قولا واحدا. وزي ما قلت الدوري الاسباني بيتجاب بالمهاجمين دول. انت في ماتشات كتيره مش انت محتاج اللعيبه كلها سريعه، ولا اللعيبه انت محتاج واحد يتخانق معاك، يخش لك في كور عاليه، يجيب لك تلعب عليه عرضيات في ماتشات متقفله. اديك شفت رودريجو بعرضياته عمل لك النهارده اسيستين من كور ثابته. ده جولين من الخمسه، وانت قبل كده كنت يا اما ايدر ميليتاو بيجي لك من ورا، يا اما تشواميني ما بيعرفش يوجه الكلام ده كله. فانت محتاج واحد زي ده في الصندوق. شفنا فتره خوسيليو. فبس ده الكلام بتاع زي ما قلت مبابي وفيني. تشافي الونسو الماتش الجاي ماتش ليك صعب جدا قدام اتلتيكو مدريد، اول فرقه خسرتك في الدوري، وخسرت ب5 مش بخساره عاديه. فالماتش الجاي في السعوديه ماتش صعب جدا لريال مدريد على اتلتيكو مدريد. وان كان اتلتيكو مدريد السنه دي يعني النهارده لسه متعادل مع ريال سوسيداد 1-1، وكان ممكن يخسر، وريال سوسيداد كانت عامله عليه ماتش، شفت منه لقطات. فيعني يعني اتمنى ان احنا نكسب. بس اتلتيكو مدريد هم لو قدامهم، يعني لو ماتش واحد هم اللي بيلعبوه طول السيزون فهو ماتش ريال مدريد. هم ما بيلعبوش ماتشات تانية، نادرا كل فين وفين تسمع ريال مدريد عن اتلتيكو عمل ماتش. كان قدام ريال مدريد التنس والتون بيختلف 180 درجة. فالماتش الجاي صعب جدا. قبل ما تخش على بنسبة كبيرة هتلعب برشلونة يعني برشلونة بنسبة كبيرة هيوصل لنهائي كأس السوبر. اتلتيكو بالباو مش صعب يعني. ف... فانت عشان تلعب برشلونه هتعدي اختبار صعب جدا. الديربي ده هيبقى صعب جدا. بس اتمنى ان احنا نكسب. اتمنى الماتش هيبقى معاك جمهور اكتر من جمهور اتلتيكو مدريد. اللعيبه تنزل جازه، تشافي الونسو يحاول يعمل ريفنج ليه، ان بعد الخساره بالخمسه مش سهله. وزي ما قلت يعني انت محتاج المكسب ده، مكسب في الديربي هيفرق معاك جدا. وحتى بطوله كاس السوبر انت محتاج تفكر فيها، تديها اهتمام. هانز فليك السنه اللي فاتت اول حاجه يعني بعد البنى اللي كان بيبنيه في البدايات، دخل اخد كاس السوبر زي السلام عليكم، فرق معاه طول السيزون، بقى لعيبه مصدقه اكتر، جمهور في ظهره. فانت محتاج تجيب بطوله يعني ترجع لنا شويه ثقه تاني في اللي احنا مفتقدينها. فده الكلام عن تشابي الونسو والماتشات الجايه. انا بس عايز اتكلم سريعا عن كام لاعب. تشواميني بعد ما كان معاه من بدايه سيزون جامده قوي، دلوقتي تشواميني واخد بانحدار في المستوى
حاسس ان انا اتخميت في تشواميني. مستوى وحش جدا، مستوى بجد وحش جدا. زي ما قلت الكرة لو مش جاية ناحيته فهو هيقطعها. عكس كده انا بقى مش هتعب نفسي، لسه هجري ولسه هقطع وهعمل تاكلينج. المدافعين مش يتصرفوا، كامافينجا ولا بلينجهام يفركوا يجيبوا الكرة. غير كده انا ما لا انا الكرة تيجي في ناحيتي والكور عالية بس. فمستوى سيء 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 من تشاوميني بصراحة. رودريجو من ماتش السيتي وهو مفير، رودريجو فعلا من ماتش السيتي وهو مفير، مستوى مختلف تماما. عامل 3 اسيستات وجايب جونين في 5 تجوان في اظن في 4 ماتشات. مش حاسس الماتش الكاس قوي يعني، ان هو مش ماتش يعني كان، يعني مش ماتش ادى فيه رودريجو قوي، لكن الماتشات المهمه بتاع الدوري بتاع دوري ابطال زي ما قلت جونين و3 اسيستات النهارده. عمل لك عرضيه فكت الماتش وقدرت ان انت تقدم بيها عن ريال بيتيس. فرودريجو لا، واللقطات باينه. الماتش اللي فات بتاع اشبيليا كان باين مستوى رودريجو. الماتش ده بتاع ريال بيتيس كان بيرقص وبيحاول يخلق فرص وشاط كوره، عمل فرص تانية. فرودريجو بصراحة يعني عكس البداية اللي كان بادئها بسيء جدا، لا هو رودريجو دلوقتي واحد من أهم اللعيبة في ريال مدريد في الشهر اللي فات ده مثلا. فأتمنى إن هو يكمل بالمستوى ده. أنت كملت بالمستوى ده فأنت واحد من 2 ضامنين مكانه أساسي في الهجوم. اللعبة هيبقى على التالت، هل هيبقى فيني، هل هيبقى جونسالو جارسيا. فهي هتبقى اللعبة هنا. لكن أنت ومبابي انتوا لو بالمستوى اللي انتوا بتعملوه في الفترة اللي فاتت، مبابي طبعا من أول السيزون ورودريجو آخر شهر، فأنت لا فارق معاك قوي 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 يعني. عايز اختم بجونسالو جارسيا. ممتاز جدا. جماعه ارجعوا شوفوا الجون الاول والجون التالت، شوفوا التحرك. شوفوا التحرك في الجون الاول ان هو ازاي اخد خطوه ان هو هيقطع على القريبه، في الاخر رجع قبل العرضيه. يعني بعد ما المدافع راح هو رجع لورا ووجه الكره ازاي. جون يعني تحرك ذكي جدا جدا جدا. ولقطه الجون التالت برضو بتاع الكعب، فضل عمال يسحب المدافع لبره، يسحب بيه لبره. بعد كده اخد نص خطوه للقريبه، رجع وجري وفنشها بالكعب بشكل كويس جدا. جاب البيرفكت هاتريك برجليه الشمال ورجليه اليمين وبراسه. وفي الكوره العاليه كان موجود بيقدر ان هو ينزلها. الجون التاني مثلا بتاعه، شوف طلب الكوره ازاي، استلمها وشاطها. ف فبين لك ان زي ما قلت الماتشات دي او في اغلب الماتشات انت محتاج يبقى عندك مهاجم صندوق واحد بتاع كور عاليه يجيب لك جون بالهيد. هيفرق معانا جدا. فاتمنى جونسالو جارسيا يستمر بالمستوى ده، ان هو هيفرق مع ريال مدريد. بس ده كان شويه كلام. الماتش الجاي في كاس السوبر صعب جدا. اتمنى بس ان الدنيا تبقى في السعوديه، جمهور هيبقى معاك، مش هيبقى تلاقي جمهور كبير لاتلتيكو مدريد. فاتمنى ان احنا نقدر نكسب. واتمنى ان احنا نكسب ماتش سهل، اللعيبه تبقى نازله مركزه، تبقى عارفه ان هي بتلعب ديربي، ويستعيدوا يعني ويحسنوا شكلهم بعد الديربي اللي خسروه 5-2. فان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن ريال مدريد مع رجوع بقى الاصابات والكلام ده كله. نشوف ايه اللي هيحصل. فمبروك الفوز، هاتريك لجونزالو جارسيا، واول ماتش من مش فاكر من 1900 وكام ان يحصل فيه لعيب 5 اهداف ريال مدريد سجلها، 5 من لعيبه اسبان منهم لاعب جايب هاتريك. فاتمنى يعني ده ماتش ان احنا نبني عليه لقدام. فده اللي كان عندي. اتمنى ان ريال مدريد يفضل في تحسن ونقدر نكسب اكتر الفتره الجايه، وفينيسيوس يحتاج يعيد حساباته. فبس ده اللي كان عندي. اسف على الاطاله، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.